لا هو شوف انا بالنسبه لي انايا الكاس العربي حنا بعدا لقيناها ديجا مبرمجه مسينين موقعين كلشي دوك. واش مربحه ولا ماشي مربحه؟ انا كنظن ما غتكون مربحه حتى توصل للنهائي قبل النهائيه. اما ما بعد ما قبل هي خسائر للنادي، يعني بين 100 200 مليون هادشي اللي غتاخذ خسائر. يعني حنا غير لي بيي ب 70 مليون دابا باش ما كيتكلفوش ما تكلفوش هما مش لي بيي لي بيي كيعطيو 200 درهم، كيعطيو 20 مليون. يعني راه دير 45 واحد دير 50 واحد دير لها انت غا 10000 درهم راه 50 مليون على 50 واحد اللي مشات. هادشي اللي دايرين في الوفد. وبالنسبه للاقامه تما مكلفين بها مكلفين بها هما. وبالاضافه كذلك ان هاد زيد لارجون دو بوش، زيد المصاريف اخرى. دونك هادشي حنا بالنسبه لنا ماديا حنا خاسرين. يعني في الحاله العاديه كون ما كانش كون جات الدعوه دابا تلعبها بودريقه. لا وحتى كما قال فتح، كما قال على استعداد، حتى او نيفو الاستعداد ما يمكنش، لان انت يلاه لعبتي في دومي فينال ولعبتي فينال، اللاعبين اولا ما ارتاحوش، وثانيا غتمشي تلعب لهم كاس العرب، ومن بعد كاس العرب ما يبقاش الوقت فين تهيئ الفريق البطوله وكاس العرب. فات ليا وقلت هذا الكاس مزيانه الفرق ديال السعوديه لانهم ارتاحوا وبداو لا بريباراسيون غيكملوا دابا. ما حنا من الدراري خصهم يرتاحوا. بالنسبه لنا حنا لا تقنيا لا بدنيا لا ماليا. بالنسبه لي انا ما بهذه الطريقه فهي لا تخدم مصالح كره القدم. اذا القرار الاهلي صائب بعدم مشاركه. انا قلت لك بهذه النسخه بهذه الطريقه بهذا التوقيت بهذا الحافز المالي لا تخدم مصالح نادي الرجاء الرياضي. كنهضر على الرجاء. واضحه الامور بالنسبه للهاجس الرياضي ديال هاد الكومبيتيسيون. فاصل اعلاني وغنمشيو هاد المره نتكلموا على الهيكله في نادي الرجاء الرياضي. كوتي هذا قضيه اخرى اللي تكلموا على الناس بزاف. غنرجع على قبل ما نمشي للهيكله. هو كان واحد الفيديو ديالك بودريقه بصفه رئيس النادي كانت نشر في الصفحه الرسميه الرجاء مباشره من بعد نهائي كاس العرش، وتكلمتي على مجموعه من لي ميساج بالنسبه للجماهير بخصوص بعض الاحداث اللي كانت وقعات. غيبقى التواصل دائم مع الجمهور بهذه الطريقه هذه؟ لا نحن التواصل حنا كنحاولوا على اننا نخدموا اكثر ما نتواصلوا، لان كنعرفوا التبعات ديال التواصل فيها بزاف، كيقدر يكون فيها بزاف ديال الاخطاء. مي علاش كان داك الفيديو بالاخص في ذاك التوقيت مع بلاغ؟ لا لان ما كانش، حنا ما درناش بلاغ، كان لقاء تواصلي لان كانوا مستجدات ديال الانتدابات والتعاقدات والمشاكل ديال المنع، واختارينا على اننا نتواصلوا بهذيك الطريقه. كيف ما اليوم حنا اختارينا نتواصلوا مع راديو مارس ومع الضيوف اللي معاك، لان كندوزوا دي ميساج مساله عاديه. كل مره نشوفوا طريقه اللي هي المهم هو اننا لي ميساج اللي عندنا يوصلوا للجماهير او الجمهور الرياضي. اللي مهم هو اننا غيكون التواصل. نادي الرجاء منفتح على جميع الفعاليات، لا صحافه لا اعلام لا جمهور لا راي عام، وحنا العكس فكنخدموا في اطار اللي هو شفاف وواضح. واضحه الامور. قضيه اخرى متعلقه بالمنخرطين. البعض كيتكلم على ان المنخرطين واش غتكونوا لقاءات بالمنخرطين. شنو هي طبيعه العلاقه ديالك دابا بالمنخرطين كاملين؟ واش المنخرطين كلهم معاك في صف واحد؟ طريق بودريقه العلاقه ديالهم مع منخرطين نادي الرجاء؟ شوف احنا كما قلت لك، يعني اذا كان شي فريق اللي يعني عنده المنخرطين وعنده مؤسسه منخرط كتشتغل وكتخدم هو نادي الرجاء الرياضي، وهذا واضح للعموم. اولا اللقاء اللي كنا نعمل المنخرطين هو الجمع العام، غادي نديروه قبل قبل 31 اوت غيكون الجمع العام. غادي يكون لقاءات مع رؤساء المكاتب السابقه، يمكن غدا ولا بعد غدا، لقاءات مع الرؤساء السابقه باش يعطيهم الكوميسيون لو كونت الحسابات ديالهم الماليه، باش كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو فيما يخص الارقام. ونمشيو للجمع العام نادي الرجاء الرياضي بكل وضوح وشفافيه وارقام معروفه لا المنخرطين لا الراي العام، باش كومسا نبداو لا سيزون ديالنا بشيء اللي هو واضح وشفاف وكل شيء على علم. المنخرطين فما غادي يكونوا في اللجان وفانا في تواصل دائم مع المنخرطين. هضرت على المنخرطين وهضرت على الجمع العام والعلاقه مع الرؤساء السابقين. واحد الظاهره كانت في الرجاء فين ما تجبد الافتحاص كتنوض القيامه، فين ما جبد. يعني واحد هذه تقريبا 10 سنين جا شي واحد قال الافتحاص كتنوض القيامه. واش هذا الهاجس ولا الخوف من الحساب باقي مطروح؟
والله شوف، انا كيجيني هذه الكلمه ديال الافتحاص فقط دغدغه المشاعر ديال الناس. انا الحاجه اللي ما نربحش فيها انا ما عندي ما ندير بها. انا ملي كنت نكلمك على الكوميسيرو كونت غادي يجي باش يعطي الارقام ديالو للرؤساء، لا فقط باش يتاكدوا من الارقام ويوقعوا على الارقام اللي هي ديالهم اللي سيروه هما. مساله الافتحاص ما يمشي شان ديالي انا، هو شان ديال المنخرطين. حنا غنقدموا الارقام للمنخرطين. الجمع العام بغى يدير الافتحاص هذا ما كيمنعش، وديجا دارت الافتحاص. كنظن في ان في تاريخ الرجاء الافتحاص دار مره واحده، هي فاش دار حسبان لي انايا. دونك ملي دار لي الافتحاص ومشى الافتحاص بالاقصى حد، ومن بعد سهله بان ما كاين حتى شي حاجه كتدعي ان تكون واحد الجلسه ومشات الامور. اما ما بعد ما عمر شي واحد دارت له شي افتحاص. انا اليوم احنا ما جيناش نديروا الافتحاص لشي واحد، احنا جينا نخدموا ونشتغلوا ونخرجوا الفريق من هذا النفق الضيق ديال التسيير اللي هو ما غاديش نقول عشوائي، ولكن ديال التسيير اللي فيه عده اخطاء، ونحاولوا على ان في المستقبل نتفاداوها. وعلاش غتعطيو لكل، اسمح لي، لكل رئيس الارقام ديالو؟ يكفي هاد الداكشي؟ لا ماشي فات، لان ليكزيرسيس اللي غيصوتوا عليه المنخرطين ليكزيرسيس ديال هذوك الاخوان ما خدوش الكيتوس في هذاك الوقت. لا مازال ما داروش الجمعيه العامه ديالهم جمع انتخابي ديال انيس محفوظ والسي الاندلسي. تعطاهم الارقام ما خدوش. لا مازال ما داروش، ماشي ما خداوش، مازال ما داروش. ديال البدراوي كاينين دازوا في لا حتى ديال البدراوي بثلاثه والبدراوي يعني بدراوي محفوظ وعهد ديال غير حيت واخا المواضيع اختلطات، غير بالنسبه لبيتر ويلسون، لان البدراوي كان قال انا نخلصوا. واش خلصوا هو ولا خلصته الرجاء؟ لا خلصاتو الرجاء. قبل ما نمشي انا السؤال، يعني ماشي هو اللي خلصوا، لا الرجاء. واخا دابا كنشوف واحد، كاين بودريقه اللي جا اول مره لفريق الرجاء في 2012 اللي كان ترشح المره الاولى مع حنات وخسر في الانتخابات، ثم رجع يعني خسر في 2010 في 2010 ورجع للرئاسه. جا واحد الصوره كانت ديال الرئيس اللي دار مجموعه من الانتدابات وجايب واحد الحماس وما الى ذلك، واقصاء ايضا ما يسمى بالحكماء. اليوم كنشوفوا صوره مختلفه، بودريقه اخر يعني كيتكلم على الرؤساء السابقين وعلاقات مستمره مع الرؤساء السابقين. فاشنو اللي غير هذه الصوره؟ واش هو هذه المسافه الزمنيه اللي دوزتي؟ واش يعني فيها ربما ايضا اعتراف بالخطا اذا كان خطا في حق هذا شنو بالضبط اللي غير هذه الصوره من الرئيس ما كيعترفش بما يسمى الرؤساء السابقين الى رئيس منفتح عليهم وكيوجه لهم الدعوه؟ هو التغيير جمال ولا سمحتي قبل ما يجاوبوا في هذه النقطه هذه، وكاين شونجمون انتيغرال. لا انا شي بغيت نقول له انا لا صوره مضمونا يعني صوره مضمونا. سيدي مصطفى اي راه في نص النطاق، راه 10 سنين، راه 2013 دابا 2023. دونك الرؤيه نساء سي محمد بودريقه دابا نضج في التسيير. دونك تنظن بان حتى الرؤيه اختلفت بين 2013 و 2023. واش هادشي شنو تبدل لا قارنتي الفترتين؟ لا اول شيء ما تغير حتى شي حاجه. اللي تغير هي النظره للاشياء، وكتعرف حتى التجربه شويه هي كتكون عندها دور كبير. خصك تعرف بانني بعد ما مشيت من الرجاء في 2016 فاني بديت واحد المسار سياسي مع التجمع الوطني للاحرار، وانا عضو في المكتب السياسي. يعني ملي تكون في المكتب السياسي ديال التجمع الوطني للاحرار ويكونوا معاك يعني الناس، يكون معاك رئيس الحكومه مثلا اللي هو السي عز اخنوش، ويكونوا معاك اوجار مثلا، ويكون معاك الطالب العالمي، هادو كلهم مدرسه. يعني راه دزنا في واحد المدرسه ديال التجمع الوطني للاحرار، ودزنا مع واحد الناس في اطار السياسه وعشنا معهم بعض الاشياء. وبالتالي يعني يعني هاد التجربه ديال الحياه كتحاول تبلورها في الرياضه عاوتاني. اذا حتى الرؤيه ديالك للاشياء كتخليك يعني تشوفها بمنظور اخر. حتى شي حاجه اللي غتخلق لك مثلا المشاكل وتخلق لك هذا كتحاول تفاداها. انا قلت حنا جينا اليوم للرجاء، جينا بواحد المنظور اننا نخدموا ونشتغلوا في اطار نعطيو داكشي اللي عندنا. اما اذا كانت حاجه اخرى فهذه كتبقى شوف انا اللي كنطلبوا السياسه. يعني واش انت اقتنعتي بداكشي اللي ما كانش ولا سياسه دابا هادشي؟ لا ما فهمتيش الطريقه اللي بغيت نشرح لك. سي ان التجربه يعني الشباب يعني اندفاع يعني التسرع، التجربه يعني الحكمه يعني الرزانه.
حتى المواجهه كتحاول تفادى المواجهه، حتى الطريقه باش كتقرا الاشياء كتقراها بطريقه اخرى. يعني دونك هذا هو الفرق. يعني هذه مساله عاديه، انا نقول لك واش انايا تسرعت في 28 عام ولا ما تسرعش، ولا كان خطا ولا كان اندفاع ولا كان حماس الشباب، هذه مساله اخرى. ولكن اللي مهم هو ان في كل فتره وفتره فكاين كاين اللمسه. بزاف ديال لي كيسيون كيجيو، نحاولوا مابقاش الوقت بزاف، نحاولوا نمشيو للاسئله اللي ما هضرناش عليهم، نقدروا يكون الجواب للجمهور على بزاف الامور. كيجيو اسئله كثيره على شركه الالبسه، واش غتستمروا مع هذه الشركه هذه ولكن توجه اخر؟ في اطار العمل اللي كنقوموا به، عندنا عقد جديد مع شركه جديده، يلا نوقعوه. نتمنى على الله ان تمشي الامور كيف ما بغينا. 500,000 اورو السنه، شركه اللي عالميه وكبيره. نعطيناكم كاع دابا سكوب يومين ان شاء الله نعلنوا عليها. كلها ايكيبمون ولا فيها النقد وفيها؟ لا، فيها مارشاندايزين وليكيبمون، دونك كلها فلوس تقدر تحسبها. والعقد مع الشركه دي سهله ولا غتلقاو لي حل ولا؟ هذا العقد ديجا تريزيديا، ماشي حنا ريزينا ديجا. المكتب السابق برئاسه السيد بدراوي وكان ريزيديا مع الشركه القديمه، وحنا كنا كنبحثوا على شركه جديده، كنا كنخدموا. كانوا عده عروض مع شركه البسه كبيره. كنظن بان الشركه هي اللي غنمشيو معها يعني في الموسم القادم ان شاء الله. ماشي كاس العرب ما بعد؟ بعد كاس العرب. بعد كاس العرب. وتكلمتوا حتى على لي سبونسورز، معنى انه على اللسان كان شي سبونسور غيمشي معكم كاس العرب، لقيتوا البديل ديالو في الاخر ولا لا؟ البديل ديالو هو الشركه اللي عندنا دابا حاليا، هي اللي غادي نمشيو معها، هي مسير. ما كنهضر على الفرق الكبار، الا ما عطاش راه ما يزيدش القد. لا ما نقولش. باش نكونوا واقعيين وواضحين. الوقت يعني في المستقبل باش ديروا هذاك ليكيليبر، التوازن المالي، خصك شويه د الوقت. احنا دابا انا عطيتك غير مثال بسيط ديال هذا العالمي. شي كون ما كانش هذا الظرف اللي زعما كون زعما كون كليكا هذاك المحامي، كنت غنزعم. عاوتاني تلقى الشاك خارج من الراجا، ومن الراجا رجع عاوتاني يقول لك لا راه كيفاش مشى، لقاه مصور عاوتاني شي بلاصه يقول لي لا راه العالمي واحد النهار جيت راه دونك شوف هادشي حنا ولفناه في كرة القدم ولفناه في الرياضه، ماشي مشكل عادي. ولكن الهيكله الاداريه ديال الفرقه خصها تكون، وماشي صعيبه، راه سهله. كيبقى فقط بعض الاشياء اللي خصها تصلح. شنو في بالكم في البيدجي المداخيل اللي تقدر تدخل الراجا مثلا في موسم عادي باش نمشي معاك؟ ان الموسم ما فيهش مشاركه القاريه. لا غير بالنسبه للجمهور، المدخول ديال الجمهور اللي بغى يكونش المدخول ديال دابا مداخيل. دابا شوف حنايا بالنسبه للاستشهار، فاحنا الحمد لله اموراتنا بالنسبه للاستشهار بالنسبه للموسم القادم عندنا نقدروا نقول حنا راه الفريق الاعلى دخلا فيما يخص الاستشهار، اعلى دخلا فيما يخص المستشار الرسمي. وهادشي جددناه حنا اليوم في هذا الموسم مع الشركه المحتضنه. اعلى دخلا في المجموع الاستشهار، يعني الا جمعتي عدد الاستشهار حنا ماشي الهبات، كاين فرق بين الهبات والاستشهار مع شركات اللي هي شركات وطنيه ومعروفه. اذا حنا بالنسبه للهيكله فيما يخص الاستشهار حنا غتكون عندنا زياده ديال 30% 30% او اكثر، نقدر نمشيو حتى ل 50% ديال الزياده. غيكون المونكا غاني ديال الشامبيونز ليغ، هذاك الشيء حنا تجاوزناه. هذا المشكل بالنسبه للاستشهار الداخل حاليا العقود اللي عندنا فيما يخص الاستشهار، انا كنقول لك بلس 30% وتقدر توصل معنا هذا الموسم بلس 50%. ما استعملتيش العلاقات السياسيه ديالك في هذا المجال هذا؟ لا، خارج عن اطار العلاقات السياسيه، هذو كلهم اللي انما مستشارين. ولكن السياسي مزيان يفيد الرياضي. لا، هذه حاجه تشوف دابا الرياضه والسياسه ما يمكنش. شوف راه ضروري يكون واحد التكامل، وانا هذا الموضوع نجي ليه من بعد ونشرحوه من بعد. ولكن اليوم على مستوى الاستشهار فريق الرجاء الرياضي عنده الاكتفاء وعنده زائد حاليا بلس 30، كنطمح انني نسالي الموسم بلس 50. بالنسبه للمداخل الجمهور اللي تكلم عليهم جمال، وغيكون اشكال ديال المركب محمد الخامس، حتى هي اللي ما خفناهاش وكنخدموا فيها وخدمنا فيها واشتغلنا فيها. يمكن كيبان الوقت صعيب قصير، ولكن حنا راه بزاف الاشياء خدمنا فيها. ولوج المركب العربي الزاولي غيكون عن طريق الفنايدي. اللي ما عندوش الفنايدي ما غاديش يدخل المركب العربي الزاولي. هذا الفنايدي هي اللي كتخليك تشري الملعب، تشري التيكي،
وهاد الفان اي دي اللي كتخليك الولوج للملعب، مفروضه من الناس فرضا من هذه الاداره ديال نادي الرجاء الرياضي. بحال داكشي قطر. نشرحوا الفكره للجمهور لا، كانت في روسيا، كانت في روسيا. شرحوا للجمهور بلسان مدرك. تفضل. الوغ حنايا الفان اي دي غتكون فيها، يعني حنا في الاسابيع اللي جايه المقبله غادي نفتحوا الفان اي دي لنادي الرجاء الرياضي للولوج للملعب. مولوج الملعب كيف ما كان، كيف ما يكون العربي الزاولي، كيف ما يكون مركب محمد الخامس. الفكره اللي كاينه عندنا اليوم هو ان اي واحد بغى يشتري التيكي بعدا خصها تكون عنده واحد الكود باغ ديال الفان اي دي باش يقدر يشري. بحال الفيزا دابا هاد التيران، بحال الفيزا خص عندك فان اي دي غتدخل، ما عندك فان اي دي غتدخل الملعب تشري تيكي، عندك فان اي دي غتاخذ بطاقه الاشتراك. اذا الفان اي دي مفروضه هي الاولى رئيسيه، من بعد واش غتكون ابوني ولا غتشري تيكي؟ من بعد واش غتكون ابوني ولا تشري تيكي. شكون اللي خلاكم وصلتوا للاستنتاج ديال الفان اي دي؟ هادشي غنعلو عليه يعني منين نبغيو نعلنوا على هادشي غنطرحوه. دابا انا عطيتكم السكوب. اذا اختاروا العربي الزاولي ولا غتلعبوا فيه؟ حنا ما كاينش اش كدير المدرجات كنظن في العربي لا الزاولي. حاليا مش حنا ما اختاريناش. دابا كنشوفوا السلطات شنو تقرر وشنو تقول، حنا مازال ما قررناش. كيصوبوا فيه. ولكن الكومينيكي حنا ديال الناصيري ديال مجلس المدينه اكد انه العربي الزاولي هو اللي غيصوبوا باش يستقبل الماتشات ولاد الرجاء. دابا العربي الزاولي كيتهيأ باش يستقبل الانديه ديال الرجاء والوداد في العربي الزاولي. الحمولات الاستيعابيه ديالو 16000 قليله. هي اللي كاينه. الناس يمكن تلعبوا في ملاعب اخرى. لا حنا غادي نلعبوا غير في العربي الزاولي. كازا اختيار الدار وكازا. البيضاء. دايوغ هاد الفان ايدي غنطلقوهم على حساب العربي الزاولي. وكاينه طريقه اخرى، واش غيكونوا لي تيكي ولا لا، واش غيكونوا يعني واش غنخليو واحد نقدروا نقولوا 10000 كارت دابونمون و6000 غتبقى تباع في كل مقابله، او حنا غنقولوا من الان راه ما كاينش اللي راه غيتباع وسط الموسم، كاينين فقط بطاقه الاشتراك. هذا الامر فرضه ايضا الطاقه الاستيعابيه اللي اقل في العربي الزاولي. طبعا ممكن، وكاين حتى كون كان مركب الخامس كنا نمشيو نفس الطرح. وكتعطيو عدد تذاكر اكثر، يعني لا مارج ديال التذاكر تيكون اكثر. بطبيعه الحال المهم حنا اليوم وغادي يكونوا يعني حنا الفكره اللي عندنا دابا، انا كنعطيك غير فكره وكنتقاسموها كاملين على ان الكارت دابونمون او الفان اي دي فيما يخص الملعب غيكون بالرقم ديالو. هاد 16000 معروفه شكون هما وعنده الرقم ديالو، يجي ياخذ الكرسي ما حاضرش ديالو. الهاجس الامني هنا لا بالنسبه للفان اي دي؟ لا ما حد، انا كنقول لك حنايا داك الشيء لان حتى او نيفو د ماركتينغ، حتى او نيفو ديالنا حنا كنادي كنحاولوا هادشي نخدموا به نخدموا به او نيفو ديال الكومينيكاسيون. وبنفس الثمن. بنفس الثمن. لا الثمن مازال ما حددناش. غير بالنسبه لذاك الفريق اللي غيضيع فيه، اللي غتضيعوا فيه نتوما والوداد ايضا، واش مجلس المدينه ولا شي جهه اخرى غتعوضكم على ذاك الفريق؟ السيده العمده ديال الدار البيضاء والسيد المسؤول على المنشآت الرياضيه، بعد اول حاجه 15% اللي سمعنا بانها ما تبقاش فيما يخص هذه المرحله الانتقاليه ديال العربي الزاولي. المداخيل كامله اللي يكون في هذه الحاله، يعني المداخل كلها والتعويض. انا كنظن بان اللي جديد دابا مثلا مجلس المدينه راه كيعطي 5 مليون درهم، هادشي كتعرفوا. نعم. وحتى جهه الدار البيضاء راه تيخصها واحد المبلغ كبير للفروق ديال الدار البيضاء في هذا الموسم هذا. وبالنسبه لهذا التعويض ديال غيكون ولا ما غيكونش؟ حنا ما كرهناش التعويض، ولكن شنو في نقول لك؟ الفتره السابقه كان فترة سابقة كان تعويض، ولكن هذا الموضوع نناقشوه يعني في الوقت ديالو. حنا اليوم كان اطار الاستعدادات ديالنا للموسم القادم وكيفاش غنخدموا. تكلمنا على الفان اي دي، تكلمنا على بطاقة الاشتراك، كنشوفوا دراسات اخرى وتفاصيل جديدة. هادشي كله غادي نديروه في كما خرجنا دابا للعموم. يكونوا لقاءات مع الجمعيات، يبقوا لقاءات مع المحبين، مع الناس اللي عندهم علاقة ديال الجمهور، باش كومسا حنا اليوم عندنا فكرة خصنا نطوروها باش تنجح. خص تكون جميع الفعاليات كلها تخارط معنا في هذا الشيء اللي بغينا نديرو. في الهاجس الرياضي بضودان تفضل من بعد. في هذه النقطه ديال الفنايدي، يعني بالنسبه قلتيها اسم محمد بان ربما تقدر تكون 16000 كلها مثلا يعني ابوني، ولكن راه كاين محبين مثلا اللي كيجيو مدن أخرى. من مدن اخرى. دوك هادو انا تنظن بان تخصصوا لهم واحد ماشي واحد 2000 شو نصح تذكيره. فان اي دي مشجع متفقين، الصحافي فان اي دي، منخرط فان اي دي مكتوبه فيها بريس. يقدر ياخذ وسط العام ديك فان اي دي ماشي مشكل. يقدر ياخذها وسط العام، كاين مشكل. فان اي دي انفيتي، فان اي دي منخرط، ولكن كل شيء عنده فان اي دي.
فهمنا. دونك دابا انا كلشي منومر بالدارجه، كلشي كلشي باين، منومر. كلشي باين. نقطه واضحه. النقطه الهاجس الرياضي اول مره هذه القضيه ماشي هادشي حنا افكار اللي جا فيها المكتب المديري ديال الرجاء، واطار السياسه ديالنا حنا كنادي فيما يخص التسويق. لان انتم يمكن تبان لك فان اي دي مساله لي عاديه، ولكن حنايا راه نقدروا نديروا فيها التواصل مع الجمهور، فيها الايميل، فيها لادغيس، فيها بزاف د الاشياء اللي حنا نقدروا نخدموا فيها في المارشوندايزين. دونك بزاف د الاشياء اللي هي كتبان لي في النادي غادي تكون مزيانه. في اللحظات الاخيره دائما البرنامج 10 دقائق تقريبا اللي بقات الهاجس الرياضي، الرجاء اول مره غتغيب على البلاتفورم القاري بعد حضور دائم. دابا كاين البطوله وكاس العرش، حيدنا كاس العرب اللي ديجا قلتي كمسيني كان ديجا داخل في البروغرام. شنو هو الاوبجيكتيف الرياضي الرجاء العام اللي جاي؟ انا لوبجيكتيف عندي انا هو نحيد المنع دابا. منين نحيدو ندير اللقب الاول. زين نكون معك واضح، انا 15 يوم 20 يوم والله ما كنعس. غتجي ملفات اخرى. انا كنحلم بالعالمي بعدا بصح عليك، كنحلم به، وليت هذاك السيد تنحلم به. كثرت النيغوسياسيون والهضره والمحامي. باش نكون معك واضح، انا اللقب عندي الاول نحيد المنع، نجيري الملفات. دابا حنا راه شهر 12 قريب، غتجي ملفات اخرى عاوتاني غطيح لك شهر 12. طيح في شرط. هذه كلها اللي هي مشاكل اللي هي ماديه اللي هي ما عندك فيها لين. ودابا خصك تعرف هذه القضيه، راه ملي تخلص 15 مليون درهم ولا 12 ولا 13 مليون راه كدير لك مشكل مع اللاعبين اللي عندك حاليا. هاد الفلوس كان خصهم يمشيو لهادو وليتي كتعطيهم واحد الناس اللي ما معاكش. دونك كتوريك هاد لا جيستيون راه هي بنت بحد ذاتها اشكال. دابا انا اليوم على المستوى الهيكلي والمالي حنا خدامين وكنشتغلوا في هادشي الرياضي والتقني. انا الى غنقول لك بان الرجاء حنا جينا نشطوا البطوله نتسمى كنكذب عليك. حنا اليوم اسم الرجاء ما كيسمحش علينا على اننا ندخلوا البطوله وما نكونوش كنلعبوا عليها. حنا غنلعبوا على البطوله ونلعبوا على كاس العرش، نلعبوا على جميع البطولات اللي هي ممكنه ومتاحه، وان شاء الله كيبقى التوفيق ديال الله سبحانه وتعالى والدعم ديال الجمهور والدعم ديال المنخرطين والدعم ديال الجميع المكونات الرجاء. اذا توفر هذه المكونات كلها ديال النجاح ان شاء الله علاش لا يكون الهدف الرياضي هو اللي غيكون في نهايه الموسم. نهايه الموسم. نقطه اخرى بزاف ديال لي كومونتير عليها، مساله المعيد البدني بزاف كيسول عليها، فين وصلت بالضبط؟ المعيد المدني هي المدرب المدرب النادي زيمباور هو اللي يعني في اختيارات ديالو هو اللي طلب باش نغيروا الطاقم ديال المعد البدني. ومشكور المعد البدني السابق على كل ما قدم نادي الرجاء الرياضي وكل التضحيات، وواحد الانسان اللي هو خلوق وانسان اللي عطى النادي الرجاء الرياضي وجمعنا كاس العرش واخا كان سنه العقد ديالو وكل شيء. ولكن المدرب عنده رؤيه اخرى. ان شاء الله المدرب طرحنا له هذا الوضع قال لك انا نمشي لاكوباراب من بعد غيكون عندي الاسم البديل. اذا مورا الكوباراب غيبدا الاسم البديل ان شاء الله. بديتو البحث ديجا؟ بدا هو البحث هو اللي غيختار، وحنا ان شاء الله غادي وكيفاش كتواجه هذا الثقل ديال المسؤوليات وهذه الاشاعات اللي مرتبطه باسم بودريقه؟ اسم بودريقه هو انا، اسم بودريقه تحقق معاه، اسم بودريقه ما عرفت ما شطر عليه. راكم ما شفتكش في الصالون بخير قلت بنا فعلا صدقت هذيك الاخبار. كيفاش كتتعامل مع هذه الملفات كثيره؟ انا ملي تنشوف داك الشيء تنعرفني انا بعدا حنا غاديين مزيان. لان الا ما تكلموش علينا راه حنا ما كاين والو. هو شيء يعني هو صعيب بالنسبه للعائله، لان كيوقعوا بعض الاشاعات اللي هما عندها علاقه بالحياه الانسانيه ديال الشخص. دايوغ انا بعدا ابار سياسي انني رجل اعمال وكنخدم وعندي مسائل تجاريه ديالي، راه ما يمكنش انا واحد نتخاصم معاه في الزنقه كنلقاها في الجرائد وكنلقاها في كل شيء. وكاين مساله اللي عاديه اللي انا كشخص ولفتها، ولكن اللي هو اللي غير مقبول هي انك كتدخل في شي حاجه اللي انت ما داير ما بيديك ما برجليك، وهذا هو اللي زعما يحز بالنفس. ولكن ان شاء الله في المستقبل نحاولوا نتغلبوا على بحال هذه المسائل هذه. نعم. انا واحد السؤال عالق عندي بالنسبه للملفات القانونيه لانك تكلمتي عليها كثير، ما تكلمتيش عليها غير دابا، تا قبل انك تكون رئيس، الملفات القانونيه ديال فريق الرجاء وطريقه التدبير ديالها. واش كتحس انه كاين سوء نيه؟ نقول لك الصراحه نعم. مثلا نعطيك مثال القديوي.
قديوي انا كندير ليا مشكل مثلا. قديوي كنت انا سنيت معاه ب 400 مليون ومن بعد 300 وكذا. دابا الرئيس من تيجي يقول لي باش يعيط هذا القديوي ويقول له ودي تسمح لينا ما بقيناش باغينك. انا بعد القديوي كنت عاطيه 100 مليون كنت باقي له 100. وليو باش يجي عندهم نكتب موسيقى يقول ودي انت راه غالي علينا سمح لينا ما بقيناش باغينك. شحال كتسال 100 هكا 100 بسلامه. وهادشي اللي كنطالب القديوي. كنمشيو عند القديوي ما كنبقاوش نجاوبوه ما كنبقاوش نتعاملوا معاه مزيان كنجريو عليه. كيمشي القديوي يحط في النزاعات كيحطش لك 100 كيحط لك 100 وما تبقى من العقد ديالو كتولي 900 مليون باش هذاك المسير لا راه بودريقه جاب لينا القديوي بودريقه درنا نزاعات. حنا في هذه الحاله يعني في هذا الموسم وفي هذه النسخه حاولنا ما امكن على اننا نحيدوا الانانيه ونحيدوا داك الشخصنه ونخدموا مصلحه الفريق هي الاولى بطبيعه الحال قدر المستطاع. حنا كنحاولوا نعالجوا الملفات وكنحاولوا نعالجوا النزاعات باش النادي هو الاول ما يكونش متضرر. واضحه الامور. بزاف ديال لي كومونتير ما كنقدرش نقرا كل شيء بزاف كاين اللي كيتكرروا بزاف. جوج امور اخيره متعلقه بميركاتو. سؤال على اللاعب اللي كان كونغولي واش باقيين في مفاوضات معاه. سمعنا انه يمكن كاين شي امور اخرى خارج اطار الكره بخصوص هذا اللاعب هذا وبزاف اكثر اسم ما نذكرش الاسم ديجا ديال المهاجم احدى الفرائق الوطني واش هما خرجوا ولا مازال كاينين مفاوضات في هذا الكوتي هذا. لا شوف حنا عندنا مفاوضات مع اللاعبين عندنا مفاوضات مع 5 ديال اللاعبين. واحد اللاعب كونغولي كنسمعوا دي شهرين كنفيقوا الصباح كنقراو سميتو عاود الرجع. انا قلت لك حنا ما غير مسؤول على هذاك الشيء اللي كيروج في وسائل الاعلام ولا حتى المواقع التواصل الاجتماعي. انا الرساله ديالي للجمهور الرجاء حنا يعني بغينا نعاودوهم ان الاسم اللي يشوفوه في الموقع الرسمي راه هو اللي توقع. يعني 4 اللي كاينين دابا اوفيسيال 4 اللي ما كاينش طبيعه الحال. انا ما يمكنش مثلا عيط البيضودان الو سي بيضودان لاباس بغيناك تجي الرجاء مرحبا كتلقى بيضودان يوقع على الرجاء ولا بيضودان قريب من الرجاء. دونك شنو كيوقع كيولي بيضودان تيعيط للوكيل ديالو كيحاول يخرج السميه هو اكسبري باش عوض ما نعيط له انا ويعيطوا لناس اخرين وكتدخل في ديك الحرب ديال التعاقدات. حنا هذه المساله حنا في النادي تجاوزناها وكنسيروا موضوع التعاقدات والانتقالات الطريقه اللي تخدم الرجاء اكثر ما تخدم الناس اخرين. اذا واضح الامور 5 اللاعبين مازال كيتفاوض معهم. سي محمد بودريقه قبل ما نختموا دا ميساج جاني بخصوص عالم اخر تدويتي على المستقبل ديال الرجاء. بزاف ديال الناس كيديروا الالعاب الالكترونيه اللي المنتخب ديالنا مشى الربع نهائي ومنهم رجاويين اللي كانوا كاع منهم في هذه الكومبيتيسيون طالبونا من هنا القدام حتى بداو بعض فرق البطوله. واش كاينه فكره من القدام انك تمشي في العصر انا من 3 سنين عامين وتفتح الباب مثلا الفريق الرجاء العاب الكترونيه وشي حاجه ما يتفك مشكل عالمي بعدا ولا هذا 3 سنين زعما ان شاء الله. وعلاش لا بالعكس حنا مع التطور اللي كاين دابا الحالي وماشي مع 3 سنين نقدروا نديروا حنا هذا الموسم نعيط لهشام خليفه ونديروا فك الامور صافي فك الامور مشيت لك ديريكت. تحيه للجور الياس مساعد والدراري بزاف ازامي تما كانوا ابطال المغرب تما من رجاويين ديجا وتما بشحال هذه تما كياسيستيو على هذه القضيه فتمنوا المستقبل بزاف امور. مع الجامعه كان واحد الوقت مد وجزر دابا العلاقه مع الجامعه. الجامعه شوف حنايا غادي نكونوا مشحفين مشحفين ياك صحيحه هي هذيك صحيحه غادي مزيانه غادي نكونوا مشحفين ملي نقولوا بان الجامعه ما كتعاونش الانديه بصفه عامه وخصوصا الرجاء والوداد والانديه الكبيره. الجامعه اليوم العلاقه بين النادي بين الجامعه والرجاء هي علاقه ديال الاحترام علاقه ديال الاحترام طبيعه الحال الاحترام المتبادل وعلاقه اللي فيها ان الجامعه دائما كان عندها دور كبير فيما يخص النزاعات ديال الرجاء ولا فيما يخص المشاكل اللي كانت عند نادي الرجاء الرياضي. كيبقى فقط على ان الناس اللي كانوا قبل كما كنعرفوا ان كيحاولوا ان الفشل ديالهم في بعض الامور انها كتمشي صوبه للجامعه يعني تصدير الازمه. انا قلتها في هذاك التصريح الصحفي قلنا بان الى النادي الرجاء الرياضي انهزم فراه حنا اللي انهزمنا. النادي انهزم وماشي شي حد اخر اللي قال لنا نهزموا ولا خسرنا. اذا الثقافه ديال الهزيمه داخل نادي الرجاء او داخل الجمهور نادي الرجاء الرياضي كنحاولوا مستقبلا على اننا نطوروها يعرفوا بان راه الا انهزمنا راه حنا انهزمنا. الا انهزمنا راه حيت ما عندناش افا سونتر
الا انهزمنا راح تبع الناس اللي كاينين قدام ما كاينينش. الا انهزمنا راه ماشي كاينه اشياء خارجيه خلاتنا ننهزموا. اذا حنا الثقافه ديال الروح الرياضيه نخدموا عليها مستقبلا، كيف ما انتم كذلك اعلام يعاوننا في هذه القضيه، ولكن حنا يعني اللي كنطمحوا ليه على ان يكون الاحترام. ولكن السي بدريقه انت كانت عندك سوابق في علاقه مع الجامعه واتهامات. هذاك الشيء كان في السابق، النسخه القديمه كان في وقت سابق. وانا قلت لك كان في واحد الوقت وحنا ديجا قدمنا الاعتذار ديالنا وقلنا بان كان خطا، وهذا ماشي عيب. حنا كنشوفوا الفتره الحاليه وهاد يعني ملي تنتكلموا على الجامعه راه تنتكلموا على فوزي القجاع، نتكلموا على يعني شنو كاين اليوم في كره القدم والبنيه التحتيه والنتائج الرياضيه ديال المنتخبات الوطنيه وهادشي كامل. اخر نقطه خفيفه، رجا سطور واش الابراهيمي هو اللي كاين في العصبه، هو ممثل رجا في العصبه حاليا؟ الابراهيمي اليوم حضر اول اجتماع في العصبه الاحترافيه في مكتب مدير العصبه، حضر اليوم رجا سطور ورجا سطور. فقلت لك هذا المستشار اللي جاي دابا وحتى شركه اخرى حتى هي اللي غنتعاقدوا معها، لان اليوم في النادي كاين بزاف الاشياء مهمه ما عطاناش الوقت نشرح لك. دابا حنا غنتعاقدوا مع واحد الشركه عالميه، شركه اللي كبيره ديال ليكيبمون، هذه وحده، وقلنا بان العقد اللي عندنا معاه فيها 500,000 اورو. وعندنا شركه اخرى اللي تعاقدنا معها واللي غتعطينا مبلغ مهم وكبير ما يخص المارشاندايزين 2 مليون درهم في السنه. حنا هذاك اللوغو دراجه، هذاك اللوغو، واليوم باش حنا نمشيو ونبحثوا ونديروا هذا الراجا ستور ونخدموا، حنا ما مسالينش لهذا الشيء بعدا، لان عندنا الفريق الاول والتقني من اولويات. كاين اولويات وي حنا نديروا بحال غنديليغيو. تعاقدنا مع واحد الشركه اللي تقريبا المبلغ ديالها 2 مليون درهم، مجموع 800 مليون في 4 سنوات، بالاضافه البورسونتاج نقدروا ناخذوا، ولكن مينيموم 200 مليون. دابا النادي اليوم كياخذ زيرو في المارشاندايزين هذا الموسم، زائد 200 مليون اللي غتكون مع مداخل النادي. واضح الامور. شكرا لك بزاف سي محمد بودريقه، شكرا. مرحبا، وتحيه ليك وتحيه الضيوف اللي معاك والطاقم التقني. نتمنى ان نكونوا جاوبنا على جميع الاسئله، وكنا كنظن ان كنا واضحين في جميع الاجوبه ديالنا، ونتمنى حد موفق لنادي الرجاء، ونتمنى نكونوا حنا موفقين في جميع الاختيارات ديالنا. ماشي سهل انك تسير في نادي الرجاء الرياضي، ماشي سهل انك تاخذ قرارات يعني في واحد الوضع معين بدقيقه معينه. اللي كنتمنى هو الدعم الجميع منخرطين مكونات ديال الرجاء كامله. شكرا لك بودريقه، شكرا ايضا لليكيب كامله.